هتجيبوا بولة تحطوا فيها ربع كوباية من الملح، عليها ربع كوباية من السكر، شوية كده من الفلفل الاسود الحب، 2 من الحبهان و3 من ورق اللورا، وشرايح من الليمون. هننزل عليهم بلتر من المية عادية جدا من الحنفية. هتقلبوهم مع بعض كويس جدا لحد ما السكر والملح يدوبوا كده. هتجيبوا الفرخة بتاعتكم او اي نوع طيور بعظم زي الحمام، البط، الديك الرومي، اي حاجة بعظم ينفع معاها المحلول ده. هننقع الفراخ في المحلول ده. المهم ان المية تكون مغطية الفراخ كلها، هنغطيها كويس جدا ونحطها في التلاجة لحد تاني يوم. فايدة المحلول ده ان هو بيطلع اي زفارة في الفراخ، اي ريش زيادة، اي دم زيادة. ركزوا بس على شكل المية دلوقتي، وده بقى شكل المية تاني يوم. انتوا متخيلين المية لونها اتغير ازاي؟ ده غير ان هو بيطري الفراخ قوي وبيخليها تستوي بسرعة، ولو متبلة التتبيلة بتوصل لكل حتة في الفراخ. هاخد بقى الفراخ اشطفها شطفة بسيطة تحت المية، مش اكتر من كده. هتلاقوا الفراخ بتاعتكم بقت زي الفل وريحتها حلوة جدا.